أحلى وأطعم وأشهر نوع مكرونة ممكن تاكليه في المناطق الشعبية وخصوصا في منطقة السيدة زينب. والسر كله وطعمته في الصلصة بتاعتهم. صلصة غنية وخفيفة وطعمها حلو جدا، يحسسك كده بالانسجام وانت بتاكليها، ولو جربتيها مش هتبطلي تعمليها أبدا. حلة على النار فيها نص كوباية من الزيت. هجيب 3 بصلات متقطعين شرايح جوليان رفيعة بالشكل ده، والتقطيعة هنا مش بتفرق، قطعيه زي ما حضرتك تحبي، لان احنا في الاخر هنفرمه في الكبة فرم ناعم. هنزل بيهم على الزيت هحمرهم بنفس طريقة بصل الكشري، بس هنا هوصل بيه للون البني الغامق. هفضل احمر في البصل بالشكل ده. اخدت معايا البصلايه اللون الذهبي الغامق بالشكل ده، هو ده اللي احنا عايزينه. هطلعها كده معايا واسيبها لحد ما تبرد. نفس زيت البصله انا قللته شويه علشان كان كتير. هضيف معلقه كبيره من السكر، وهو ده السر اللي في طعم صلصه الكشري البره. هفضل اقلب فيه لحد ما معلقه السكر تتكرمل معايا. كملت معايا معلقه السكر بالشكل ده. اتكرمل السكر وضفت 3 معالق كبار من الصلصه المعلبه، شوحتهم كده مع بعض. هضيف نص شفشق عصير طماطم، هسيبه لحد ما يتسبك. حلة على النار فيها ميه مغليه، هضيف عليها شويه من الملح، معلقه كبيره من الزيت بالشكل ده. وهجيب شكلين من المكرونه الاسباجيتي والمكرونه الخواتم الرفيعه بتاعت الكشري، وهنزل بيهم في الحله. انا هنزل بنص كيس مكرونه اسباجيتي ونص كيس مكرونه خواتم بالشكل ده، واسيبهم على النار لحد ما يستووا معايا سوا كامل. احنا هنا هنسوي المكرونه سوا كامل، احنا دايما بنسويها 3/4 تسويه وبعدين بنكمل تسويتها في الصوص بتاعها، لكن علشان الصلصه بتاعتنا هنا هتكون تقيله ومفيش مجال ان هي تكمل تسويه فيها، فاحنا هنسويها تسويه كامله. استوت معايا المكرونه بالشكل ده سوا كامل. هطفي عليها النار واصفيها من ميتها وارش عليها شويه زيت علشان ما تمسكش في بعضها. بعد ما اتسبكت معايا الصلصه، هجيب البصل اللي احنا حمرناه بالشكل ده وهفرمه في الكبه فرم ناعم. بقى معايا البصل ناعم بالشكل ده، هنضيفه على الصلصه. سبكت معايا الصلصه بالشكل ده واديتنا اللون الغامق الاحمر الجميل ده، وهنا السر والطعامه كلها في الصلصه بتاعتهم، حاجه كده روعه. هننزل عليها بالبصل اللي فرمناه ناعم في الكبه، واسيبه ياخد غلوتين مع الصلصه. ملح، كمون، فلفل، بابريكا. لو حضرتك عايزه تضيفي مكعب مرقه خضروات ضيفي، عايزه تضيفي اي نوع تاني من التوابل ضيفي، زي الكزبره، بصل باودر، توم باودر، زي ما تحبي، بس سر طعمتها في بساطه توابلها بالشكل ده. معايا الصلصه بالشكل الجميل ده باللون التحفه الخطير ده، لون محل الكشري المشهور كشري الانسجام، اشهر محلات في المناطق الشعبيه والسيده زينب. حاجه كده تحفه. هنغرف طبق الكشري بتاعنا بعد ما جهزنا الصلصه والمكرونه. لو حضرتك حابه تغرفيه زي محل الكشري المشهور في اطباق ستانلس او في علب من الكشري، حاجه ترجعلك. انا هغرفه في طبق عادي. هضيف مغرفتين حلوين من الصلصه على الكشري زي ما بيتقدم كده. لو بتحبوا المكرونه مش هتبطلوا تعملوها، وسر طعمتها في بساطتها.